كنت معزوم، بيقول كده واحد بيقول انا كنت معزوم عند واحد صاحبي، وصاحبي ده من النوع اللي بيحب يهزر، ده البوست اللي جالي، وابوه فوق ال70 سنه وامه اصغر منه من ابوه بسنتين ثلاثه، قاعدين بناكل وصاحبي ده بيحب ينكش في امه في الهزار كده، فبيقول لها ايه يا ماما يا حاجه المحشي بتاعك ماله سايب ليه المره دي كده؟ فالست تقريبا حست بالاحراج عشان صاحبه موجود وعشان انا قاعد، فابتسمت كده نص ابتسامه وقالت له يلا بقى حسن الختام، انا كبرت كتر خير الدنيا ان انا لسه قادره اقف على رجلي واعمل لكم اكل زي ده. فانا عشان احاول اشيل عنها الاحراج قلت له بس انت فاهم حاجه، انت ما بتعرفش تاكل اصلا ولا تستطعم الاكل، ده احلى محشي دقته في حياتي. قام عم حسن اللي هو ابو صاحبي ده وقال له انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت بتراضيها ليه؟ هو انا مت؟ الله الله، انا احب اللي بيصيغ الكلمات، يعني عارفه هو الحريم ايه غير انك انت تديها كلمات وتتحفها كده؟ ليه تراضيها؟ هو انا موجود، انا اللي راضيها. وشخط في ابنه بقى وقال له قوم بقى ناكر الخير والجميل، ما انتش مكمل اكل حاج يديك يديك. قال له لا ابدا، ما حدش يزعل حبيبتي وانا عايش، ولا حد يراضيها غيري طول ما انا عايش. بيقول الموقف ده فضل معلق في دماغي فتره لحد ما رحت عندهم تاني، وكنت حابب ارغي بقى مع اللي هو الاب. قلت له يعني ايه ده قول لي. قال له انا طول عمري ما اتعصبت عليها ولا اتعصب على زوجتي دي ولا قلت لها كلمه تضايقها خالص. وقال له جمله، قال له كده يا ابني لو رئيس جمهوريه اداك شهاده تقدير هينفع تاكلها او تحطها تاكل عليها طعميه وتحط عليها الاكل؟ قال له لا، ده انا هبروزها وعلقها على الحيط. قال له قال له بقى ستك الحاجه دي هي شهاده تقدير ربنا ليه، انا ما عنديش دليل على اني بني ادم كويس غير ان الست دي ربنا جعلها من نصيبي. الله بيقول هو بيتعامل مع مراته كأنها طفلة عندها 10 سنين، طبطب عليها ويدلعها ويراضيها ويطول باله عليها جدا. وبيقول لأولاده كده بالحرف، مش بيقولوا الضنا غالي، يعني الأولاد غاليين، بس انتوا ولا أي حد في الدنيا أغلى عليا من أمكم، وبيسمعها الكلام ده. أنا بقى أما باجي أحكي لكم موقف زي ده ونقول أيا كان حصل، أنا واحد حقيقي يعني الشخصية حقيقية اللي كاتبة الكلام ده، انا عايزاكم بقى اللي بيتفرج عليا دلوقتي على اللايف، انا عايزاكم تتخيلوا دلوقتي رد فعل الزوجه دي لما تسمع كده من زوجها ابو عيالها. ما تقولوليش 60 و70 لسه قاعدين مع مجموعه ال50 دلوقتي، العالم اللي عدوا ال50 بيقولوا ايه ده؟ لا ما فيش ايه ده، لا ما زالوا بيحبوا، ما زالوا بيحبوا. عندي واحده 55 سنه لسه متزوجه هنا اهو في مش عايزه اقول فين. فيعني لا، لما تسمع الزوجة كلمات تقدير وتطيب خاطر بالشكل ده جميل. السر فين؟ تعالوا بقى اما اقول لكم انا ليه عملت الحل ده مختلف عن ال7 حاجات اللي هقولها، عشان ده خلاصة الحلقات والارشاد واللي بيتكلم في الاسرة واللي بيتكلم في الحلول اللي انا بقوله لكم ده. السر فين يا ازواج وزوجات؟ السر في المعايشة. يعني ايه معايشة؟ يعني يبقى عايش يومك وانت عايشة يوم بالمتاح. ما ينفعش يعدي يوم زوج ما يعرفش عن زوجته حاجه، ما يسالهاش، ما يتكلمش معاها، ما دخلش على اولاده ولا في صلاه فجر ولا بعد عشاء ولا قبل ما يناموا ولا بعد ما صحيوا وما يعرفش عنهم حاجه. عيالك فين؟ باين تانية باين ولا تالتة ابتدائي مش عارف. اوعي تستغني يا دي الزوجه بقى، بقول لك في ودنك اهو قبل ما امسك الزوج، ماشي انا بمسكهولك دلوقتي ما تزعليش، لكن بصي حطي الكلام ده، اوعي حلقه في ودانك وفي عقلك وفي قلبك لا يمكن. بصي دكتور هلا انتهينا. اوعي تستغني عن ال10 دقايق بتوع اليوم، 5 ليكي لكل عيل، 5 5 وانت عايزه 7، من 7 ل9 ل10، حلو. ده المعايشه. حصل في اليوم كذا، ما تزنيش قوي وبتعملي حطي خطوط عريضه، بس على الاقل يبقى في معايشه. الجلسه اليوميه دي مسافر بعيد مش عارفه رايح فين كذا، افتحوا كاميرا، كاميرا الزوم مجاني اهو، خلاص افتحوا كاميرا وقعدوا اسمعوا كذا حصل كذا حصل كذا، السلام عليكم وعليكم السلام. لكن يعدي يوم زوجك مش في خريطه دماغك ولا انت، ويعدي يوم زوجتك وعيالك مش في دماغك، انا تعبانه لا، خليهم مش تعبان، مش شغال دوام 18 و19 ساعه، خليهم 18 و19 ساعه و7 دقائق، كل عيل دقيقتين دقيقتين دقيقتين. دي المعايشه. مش بنتجوز عشان كل واحد يعيش لوحده، مش بنتجوز علشان كل واحد يبقى لا 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 لا. ده السر. الحلقه اللي انا بقول لكم عليها اللي كنت علقت عليها من 4 سنين فاتوا، الست اللي بتقول انا اتمنى اولادي يعرفوا الثمن اللي انا بدفعه كل يوم عشان يسمعوا تكه مفتاح ابوهم في الباب،
واحساسهم بالامان. احساس حلو على فكره، احساس حلو ومختلف من ست للتانيه مع تكه مفتاح زوجها. واللي بيوصل لكل ست، مع ست بتبقى فرحانه جدا زي ما قلنا قبل، فرحانه ومستنيه زوجها، ما اقدرش اكل من غيرك، وبيحصل كذا وبيحصل كذا. وست تانية بتبقى زعلانه، وعيال بيقولوا لا احنا ما زلنا، احنا مش عايزين، احنا ما ولا لنا كلام معاه ولا لنا علاقه بيه، ولا هو بيجي ونتحط البتاع وكل واحد داخل اوضته وبيهجروا ويهربوا ومش عايزين يشوفوه. لكن الاصل انك تبقوا فرحانين بتكه المفتاح، الاصل انه فرحانين بالرنه او ركنه العربيه او ضوء اللي جاي من الشباك علشان فتح الاسانسير ولا فتح السلم ايا كان. وده اللي احنا عايزينه، وده اللي انا بسعى له في حلقات.